ما هي الضغينة التاريخية واليومية وراء مخطط إقصاء الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني بادك حركة سياسية تركت بصماتها على تاريخ 150 عاما مضت في الشرق الأوسط. إن الأعوام 150 الماضية من مسيرة البارزانيين في المقاومة والنضال كانت وفق تطلعات العصر من التعاون والإجماع الوطني. وعلى الرغم من تأثير الحزب الديمقراطي الكردستاني على توازنات الشرق الأوسط، فإن نموذجه وديناميكيات التغيير ونظام العلاقات الصراع لم يتم فهمه بشكل كاف، ولم يتمكن الكرد من معرفة وتعريف القوة التي غيرت تاريخ كردستان بشكل جذري، أي الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي بشكل جيد. ففي السنوات الأخيرة تتم ممارسة سياسة الحصار والإقصاء والتهميش ضد البارتي، ونتيجة عدم فهم واستيعاب الدور التاريخي للبارتي الذي أسلفناه بما فيه الكفاية يتم التطرق فقط إلى الجزء الحالي من هذا الحصار. لكن الحقيقة هي أن البارتي مزق الكفن المنسوج للكرد في الشرق الأوسط، ويمكننا أن نفسر أسباب العداء للبارتي تحت عنوانين رئيسيين. أولا، عودة البارزاني الخالد وانهيار نظام لوزان حمل النصف الأول من القرن العشرين عواقب مأساوية كارثية للغاية للكرد، فلوزان وما تبعتها من معاهدات دفنت كردستان. الدول الاستعمارية راضية جدا عن هذا الوضع، والدول الغربية أرباب لوزان سعداء أيضا بالمعاهدات التي أبرموها، وتسير لوزان وأخواتها من معاهدات تعسفية بشكل سلس. هنا تبدأ العملية التي غيرت مجرى التاريخ. اشتعلت الشرارة التي دكت حدود لوزان. عاد الملا مصطفى البارزاني إلى كردستان والعراق بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الكريم قاسم في 14 تموز عام 58. أثبت البارزاني الوجود الكردي على طاولة المفاوضات. أثارت عودة البارزاني الخالد مخاوف أرباب لوزان وانزعاجهم، وعلى وجه الخصوص بريطانيا. فهذه العودة كانت بمثابة نهضة وانبعاث للكرد، ليس في إقليم كردستان فحسب، بل في عموم أجزاء كردستان، حيث تأثرت السياسة التي بدأت في الستينيات في باكور كردستان وروجافا كردستان بنهج البارزاني الخالد ومسيرته. وحقيقة النقطة التاريخية واضحة، فمنذ منتصف القرن العشرين قامت الحركة السياسية الكردية في كافة أجزاء كردستان الأربعة على أساس حركة البارزاني، وأصبح البارتي كحزب النواة الأساسية للنظام الحزبي الكردستاني. وعلى الرغم من نفي وإنكار بعض الأطراف الكردستانية، فإن البارتي ككيان سياسي له مكانة مهمة في عمق كل حزب كردستاني، وإن الحرب ضد البارتي هي في صميمها حرب ضد الوجود والهوية السياسية للكرد. إن التغيير الذي طرأ في تاريخ كردستان بسبب عودة البارزاني الخالد حال دون مكايد 4 دول وبعض الدول والكيانات الغربية، كسرت لعنة إنكار الكرد. القدرة على تغيير المشهد التاريخي بقرار البارتي الحاسم أربكت المعدلات السياسية الكبرى للدول الاستعمارية وكذلك الدول المحتلة واقعيا لكردستان، تركيا، إيران والعراق. ولولا وجود البارتي لكانت مشاريع لوزان قد تم تنفيذها خطوة بخطوة، ولهذا السبب تزايد أعداد أعداء البارتي. ثانيا، جمع القوة الكردية وممارسة حكومة إقليم كردستان. إن النضال المستمر والراسخ للبارتي في القرن العشرين جعل الكرد كيانا شرعيا دستوريا دوليا منذ 92، وتسببت ثورتي أيلول وجولان وتشكيل حكومة إقليم كردستان في انهيار وفشل معاهدة لوزان المناهضة والمضطهدة للكرد. نعم، تلقت لوزان ضربة قاصمة من خلال وجود حكومة كردستان، ولم تتمكن الجبهة المعادية للكرد من استيعاب وهضم رقي الكرد وازدهارهم. أضاف البارتي وحركة البارزاني ميزة إلى التاريخ والمصير الكردي كحكومة كردستان الفيدرالية. يوجد في صميم الحكومة الكردستانية نضال البارزاني ومسيرة البارتي، وهذه حقيقة تاريخية غير قابلة للتغيير والإنكار. فكما أن كل أمة تبنى على أساس المقاومة التاريخية في عملية بنائها، فكذلك نشأ البارزاني وتأسس البارتي على المسيرة السياسية والمبادئ والقيم الكردستانية. غيرت شرعية الكرد التي تولدت بفضل البارتي المصير الإقليمي للهوية الكردية. ومن وراء هذا الإنجاز العظيم الذي حققه البارتي اكتسب الكرد هوية سياسية وعسكرية واقتصادية. لذا بإمكاننا الجزم أن أي هجوم يستهدف البارتي هو هجوم يستهدف كيان إقليم كردستان في الصميم. لذا فلو تابعنا الحروب الداخلية والخارجية النفسية والجسدية لوجدناها محاولات عدوان يستهدف الصميم كيان إقليم كردستان، أي أن المشكلة ليست البارتي
بل المشكلة هي استهداف منظومة القيم التي تحققت حول البارتي. ما الحقيقة وراء الهجمات الاقتصادية؟ أدى التكامل الاقتصادي وتعزيز السلطة في إقليم كردستان على وجه الخصوص إلى تحقيق الكثير من التقدم والازدهار لدى الكرد، فالكرد لم يستفيدوا من قبل من الدورات الاقتصادية على أراضيهم، وكان هذا أحد أهم الأسباب في عدم تطوير الحركة الوطنية للكرد. كسر إقليم كردستان هذه اللعنة أيضا، واليوم لا يقوم الكرد بإدارة مدنهم فحسب، بل باتوا يتعاونون اقتصاديا أيضا، فضلا عن جذب كبرى الشركات الاقتصادية العالمية إلى كردستان. والمعادل السياسي لهذا الإنجاز الاقتصادي هو الحق في الحكم الذاتي، فالنظير الدبلوماسي شريك، وتقاسم السلطة يعني تكافؤ القوى، وإقليم كردستان شريك للدول. فعلى الرغم من تسميتها حكومة فيدرالية إلا أنها تعمل بشكل فعال ومؤثر كدولة. منذ فترة طويلة يتعرض اقتصاد إقليم كردستان للهجوم. الهدف من هذه الهجمات هو استبعاد الكرد من وضع الشركاء وجعلهم عبيدا مرة أخرى، وهذا اعتداء سافر على حق تقرير المصير. الضغط الذي يمارسه بغداد على أربيل فيما يتعلق بالرواتب والموازنة وما إلى ذلك هو الأكثر وضوحا، لكن هناك بالفعل قوى هجومية كبرى، كما أن التدليس الإعلامي لبعض اللوبيات الأمريكية التي تستهدف عائلة البارزاني بشكل مباشر يرتبط أيضا بهذا الهجوم الاقتصادي. فبدلا من تسليط العدسات على رئيس وزرائهم وقادتهم يسلطونها على كردستان. بالطبع هذا قمة الحقد والكراهية. إن سياسة البارتي في تكديس الاقتصاد باسم الكرد أغاظت معارضي الكرد، لدرجة أن صحيفة دوفار التركية اليسارية نشرت تقريرا مفصلا عن سعر بدلة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، لكن خرجت هذه الحملة التشويهية فارغة كسابقاتها. لا يطيقهم رؤية الكرد أغنياء يعيشون، فالجميع حتى أولئك الذين يقولون إنهم يحبون الكرد يريدون دوما أن يكون الكرد جياعا عراة مرعوبين. ينشر صور الأشخاص الذين ماتوا جوعا على الحدود بعد فرارهم من مجازر ومذابح صدام عام 91. لا يريدون عمران كردستان، لا يرون الكرد يستحقون أبراج أربيل الشاهقة والسيارات الفاخرة والماركات العالمية. يحلو لهم رؤية الكرد منبوذين مشردين من أوطانهم. ولما كان البارتي السبب وراء ثراء الكرد وغناهم هاجموه بشراسة. فلو لم ينظر للهجمات الأخيرة على البارتي من هذا المنظور فمن الممكن أن ينظر إليها كصراع بين الأحزاب، لكن الحقيقة هي أن الخلافات حول البارتي تتعلق بالدور التاريخي له. فالهجمات على البارتي هي في الأساس هجوم على مسؤولية كردستان في ضمان مستقبل حر ومستقل. ينبغي التصدي لهذه الهجمات والحصار المفروض على البارتي أيا كان مصدرها، سواء من الباككة أو الاتحاد الوطني الكردستاني أو من قادة العراق أو لوبيات بعض الدول كبريطانيا وأمريكا، ومحاولة كسر هذا الحصار. فالموقف الوطني الحقيقي والموقف الكردستاني الأصيل هو الوقوف بوجه الهجمات المستهدفة للبارتي.